مفاجأة كبيرة فجرها محامين سفاح التجمع الخامس المتهم بقتل 3 سيدات خلال جلسة محاكمته في محكمة القاهرة الجديدة. لو عايز تعرف الحكاية تابع معايا. النهاردة كانت جلسة محاكمة سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات وممارسة العلاقة المحرمة معهم بعد الوفاة وإلقاء جثثهم في الطريق العام. الجلسة كانت النهاردة في غرفة المداولة، كان موجود فيها هيئة المحكمة، وكان موجود فيها المتهم ودفاع المتهم ودفاع الضحايا المجني عليهم. أول ما بدأت المحكمة تعرض الفيديوهات اللي تعدت أكتر من 100 فيديو للضحايا والمتهم بيمارس معهم العلاقة المحرمة قبل الوفاة وبعد الوفاة، قرر وقتها المحامين ان هم يفجروا مفاجأة مدوية، وقرروا جميعا التنحي عن الدفاع عن المتهم، وانسحبوا من ان هم يترافعوا عن المتهم، وقالوا ان احنا مش هنكمل القضية بعد ما شافوا الفيديوهات وكم الفيديوهات اللي اتعرضت قدامهم، وكانت فيديوهات صعبة جدا. وقتها قرر المحامين الانسحاب من القضية، وقالوا إن مش هنترافع عن سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات. وفي اعترافاته قال ان في واحده علقها على الباب وبدا يمارس معاها العلاقه المحرمه، وصورها فيديو بعد ما كانت توفت الى رحمه الله، وبعد كده حطها في شنطه ورماها في الطريق العام. وقال كمان ان هو كان بيسافر بورسعيد عشان خاطر يجيب مخدرات ويقدر يشرب المخدرات دي ويمارس حياته طبيعيه. وقال كمان ان هو كان بيتفرج على الفيديوهات دي وكان بيستلذ بيها، وكان بيخطط ان هو يرتكب جنايه تانية وتالتة طالما ما اتقبضش عليه. خلال الايام اللي جايه هتحصل تفاصيل اكتر في واقعة سفاح التجمع. تابعونا هنا عشان نقدر نقول لكم كل جديد، وشكرا.